نسيت روحي وفرقتني وسايبة حاجات في أفكاري، بقيت جايب أذل نفسي مكان ما كنت مختارك. تعبت في لومي على نفسي، غريب قلبي اللي مختارك، وجنبي مفيش حاجة تنسي، طلعت انت اللي غدار. أمنتك على اللي فاض مني وقلت الجاي هتحلي، ولما الحزن زار قلبي صبرت وقلت هتقوي. وفجأة ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما انا قايل لك من الاول حريم لا، وشك ده رسم قلوب وقلبك ده فراشات، وقلت لي بحبها بقى. طب انت الجزمه تلعب بيها كل ده؟ قصرت فيها، انا مش فاهم. انا قايل لك صنف زباله. المشكله كانت تقعد تقول لي انا ما بعرفش ولا غيرك، انا اصلا بكره الرجاله، وامسك تليفونها الاقي مركز شباب المدينه الف. طب وانت اللي مزعلك انها في مجلس الشعب؟ مجلس الشعب ايه يا اسطى؟ ده انا كنت بلان زد مش بلان بي حتى، ده عندها اولاد اكتر مني. يا عم سهل، اديك بتتعلم. واللي يغيظك لما انا اكلمها اقول لها مين دول، تقول انت عايز تطلع سمعه عليا ولا ايه؟ وشرف ام سمعه نفسه في الشارع كان بيقول لها انت لابسه ايه؟ كانت لابسه ايه؟ ما شفتش، بس كان بيقول لها موت في التايجر، تقريبا كانت لابسه. يا عم احنا فين ولا في ايه؟ المشكله ما كانتش محسساني بيها حاجه خالص، كانت معيشاني في سماته. نبات نبات يا حبيبي. نبات ايه يا اسطى؟ انا بحب واحد في كل الزراعه اسمها نبات. يا حبيبي كل حاجه امرها سهل، بس بطل بربره في بقي. مش سهله، انا فكره كانت هتيجي فيا. طب يلا طيب، عشان اعيش في الدور ده كتير، العيال مستنى على القهوه. انا تمام، انا تمام، مفيش اي حاجه. بس يا حبيبي بس. هو مش هينفع معايا غير حل واحد بس. الو، تعالى خده. ياخد مين؟ انت رايح على الهكسوس ولا ايه؟ تعال ورايا. حاضر، هيجي معاك. كلمه يا باشمهندس عايزه. انا قلت تعالى. بديلك يا ريس. هو ايه السر ان حد اول ما يحب يعمل موف اون تاني يوم تلاقيه في الجيم؟ كأن الجيم اصبح ملجأ تعافي لكل العلاقات الفاشله. طب ليه ده بيحصل؟ وهل العلم معانا فعلا ولا دي مجرد صدفه؟ جهز قهوتك وتعالى اشرحها لك. السبب الاول بيكون الوجع النفسي، لانه ما بيقلش الم عن الوجع الجسدي. في بحث مشهور اتعمل سنه 2011 ليه ان الانفصال بيشغل في المخ نفس مناطق الالم اللي بتشتغل في الوجع الجسدي. يعني لو اتثبت دماغك حرفيا فاهمه انك اتخبطت في صباع رجلك الصغير في الكوميدينو مثلا. ده يفسر ليه بنفتش على حاجه تخفف الوجع فورا، والجيم هنا بيجي كمسكن طبيعي. في بحث بعنوان اكسرسايز اند برين نيورو ترانسميشن اثبت ان التمرين بيرفع حاجات زي الاندورفينز، وده اللي بيسموه ماريجوانا الجسم. يعني تروح تضرب نص ساعه تمرين، فجاه تلاقي مودك قلب 180 درجه، وبدل ما كنت مشغل عمرو دياب وتامر عاشور هتلاقي نفسك طالع بتسمع فليكس الفقدان. التمرين فعال ضد الاكتئاب، وافضل كمان من العلاج بالادويه، ده غير تاثيره على النوم. طبيعي بعد اي انفصال النوم بيبوظ، وتفضل قاعد طول الليل بتقلب في الشات القديم وتفتكر في ذكريات، وتيجي تهرب للنوم تلاقي نفسك من كتر التفكير فيها جايلك في الحلم. يا بنت اللي انت ورايا. هنا في بحث اتعمل سنه 2015 ليه ان الناس اللي بيلعبوا رياضه بيناموا اسرع وبجوده اعلى، والتمرين بيقلل زمن الدخول في النوم. يعني الجيم مش بس بيفصل دماغك الصبح، ده كمان بيطفيها بالليل من التفكير والقلق والتوتر. ده غير الثقه في النفس اللي بتديها لك الرياضه، لان البروجرس في القوه او الشكل بيزود الكفاءه الذاتيه والصوره الجسديه الايجابيه، وده بيعلي ثقتك في نفسك وبيخلي عندك تقدير اكتر لذاتك. يعني الصح بدل ما تبص لنفسك في المرايه وتقول سابتني ليه، هتلاقي نفسك بتقول خسرتني والله. ده غير ان في نظريه مشهوره اسمها behavioral activation، ببساطه انك لو قاعد فاضي هتغرق في التفكير، لكن لو دخلت روتين زي الجيم فانت بتعمل عيله جديده. مش بس بتشغل وقتك، لا ده انت كمان بتعمل صحاب جدد وبتختلط مع بشر، ده بيتناقش في معلومه وده عايز مساعده في الوزن اللي هيرفعه، وبتكون اجتماعي اكتر مش منعزل، وبتلاقي الدعم اللي يخليك تقوم من على السرير علشانه. فنرجع لاجابه اول سؤال، ليه الرجاله بالاخص لما تعوز تموف اون من علاقه تلاقيها تاني يوم نزلت الجيم؟ بجانب العلم اللي قلناه، الجيم بيدي احساس بالسيطره الفوريه بسبب التقدم في القوه والشكل
الشكل والاوزان والارقام، فبيخلق عندك مبدا جديد من انا ليه مرفوض لانا 1000 واحده تتمناني، وده اللي على اساسه بيدعم كل الكلام اللي قلناه. الموف اون مش قرار لحظي، هي سلسله عادات بتعيد توصيل دماغك، فيبدا باقل حاجه ممكنه وكل حاجه هتيجي تدريجيا. وبعيد عن محتوى الفيديو، حبيبي وحبيب قلبي المتفرج اللي بيموف اون حاليا، انا فخور بكونك الشخص الاكثر وفاء في العلاقه، انك اخترت تتخان ولا انك تخون، ودي حاجه ما تعبكش اطلاقا، انك بتدعي ربنا يظهر لك الشخص اللي قدامك على حقيقته، ولما النوايا تتكشف لك بتنسحب في هدوء وبتعيد ترميم نفسك. وعادي جدا انك تدور على حياه مع شخص تاني ما يكونش فيه طبع الخيانه، ولا انك تتنازل عن مبدا من مبادئك وتخون. وفخور اكتر بان كل الناس اللي اذوك فشلوا بانهم يخلوك شخص مؤذي زيهم، وعارف ان غيرهم ما لهمش ذنب في اللي حصل فيه. بعدين يا جماعه لو عدتوا الحوار تاني فحبوا بطه، مش بطه اللي هي جارتكم، لا بطه حقيقيه. يعني دي توتي مش بتعمل غير 3 حاجات، بتاكل وتنام وتجري في قلب الشقه. تيجي تكلمها تقول لك ايوه مش اسطى بطه، صح يا توتي؟ فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.